حضرتك طرحت مجموعة من المشروعات القومية في البرنامج، على سبيل المثال تطوير قناة السويس، تنمية الوادي الجديد ووادي النطرون، الاعتماد على الطاقة الشمسية، تطهير الصحراء الغربية من الألغام، وادي السيل السلم الاستراتيجية، إعادة العقول المهاجرة من خارج الوطن إلى الوطن. لو بشكل عملي وللمشاهد اخترنا مشروع ونشوف هيتنفذ ازاي، من اول التخطيط له، تمويله، يعني الى اخره، بشكل بسيط بشكل بسيط. هختار اهم مشروع فيما يتعلق بادخال تكنولوجيا جديده في مصر، الطاقه الشمسيه. انا البلد الاكثر سطوعا شمسيا في العالم، فدي ميزه تنافسيه كبرى لمصر تقدر تتفوق بيها على كل بلاد الدنيا. عندي طلب على الطاقة النظيفة المنتجة من الشمس. منين؟ من العالم كله، بالذات من أوروبا. عندي اتجاه فلسفي يتحدث عن اقتصاد أخضر صديق للبيئة، وطلب بالمعايير الاقتصادية على إنتاج الكهرباء من الشمس. الاتحاد الأوروبي اللي أنا حريص على ربط علاقات وثيقة ومتكافئة به عبر البحر المتوسط يريد انه ياخد 25% من طاقة الكهرباء اللي بيستهلكها من طاقة نظيفة اذا انتجتها مصر ودول الممتدة حتى المغرب منها. اذا انا عندي عنصر طلب، وعندي تكنولوجيا متقدمة في عدة بلدان، اضع في اولها المانيا ثم اسبانيا، والاثنين موجودين في اوروبا. اهم واحد بيشتغل فيه مصري بالمناسبه. نعم، اهم حد بيشتغل في الموضوع ده مصري في المانيا بالمناسبه. مصري بيقول لحضرتك مصري في المانيا. نعم. ودي من العوامل اللي يخش اللي ممكن اعاده العقول المهاجره تفيدنا في الاجراءات. كل اللي انا اعمله ان اعرب عن تبني رئيس الجمهوريه النظام عندما ينتخب الرئيس، لانه سينتج طاقه كهربائيه من الشمس. هعمل شراكه مع الاتحاد الاوروبي، هستخدم تكنولوجيا بشروط تقوم على حوار فيه تكافؤ من المانيا. همول هذا المشروع من مؤسسات تمويل دوليه جاهزه الان واعلنت موافقتها بالمناسبه على الدخول في تمويل هذا المشروع، ومن الشريك الاوروبي اللي هيشتري مني المنتج، ومن شركاء محليين مستثمرين مصريين وعرب. الحسبة الاقتصادية بتقول ان مفاعل كبير لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يسترد ثمنه في مصر كل كلفته خلال 4 سنوات ونصف، وده بمعايير الجدوى الاقتصادية مشجع جدا. احنا لدينا فرصة هائلة لان مصر تبقى رائدة في العالم في الطاقة الشمسية، ولما هتوطن التكنولوجيا اللي هتستوردها تقدر هي تطور وطنيا أجيال جديدة من هذه التكنولوجيا. دي صناعة كبرى قائدة، يعني هتجر وراها كثير من الصناعات المغذية. هنربطها بالسيليكون اللي بتستخدم مادة السيليكا في إنتاجه، والرمل المصري غني بيها جدا، ودي اللي بتشكل معظم الاي سيز، الشيبس الرقائق في كل صناعه الكترونيه. هذا الكلام معناه ان في باب للخير مفتوح لمصر، هيدي المصريين وبالذات شبابهم الباحث عن عمل، وهيدي المشروعات اللي احنا عاوزين ننفذها، العداله الاجتماعيه، خير يزيد عن الخير اللي البترول اداه لدول الخليج العربي في ال40 سنه. 5 دقايق وسريعا يا دكتور.